يا هلا والله بحبايب بطوبي، يلا نطبخ سوا نخلي بيتنا يفوح ريحة طيبة. حبايب، وصفتنا اليوم هي برجر الدجاج. نبدأ بالمكونات ونقول بسم الله. عندي هنا كيلو من صدر الدجاج، وعندي ربع من اللية وصمونة كهربائية واحدة. عندي بصل مبروش وثوم مهروس، والبهارات عندي هنا بهارات البرجر وكزبرة شوية وفلفل أسود ويا الملح. خلطة البهارات أنا خلطة خاصة بي، راح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف. خليكم وياي نبدي بوصفتنا. بمحضرة الطعام راح نضيف نص الكمية مال دجاج هالشكل، ونص الكمية مال اللية، أو باقي البلدان يسموها أعتقد يعني لحمة الخروف. راح أضيف البصل المبروش والثوم المهروس، يعني أنا بالأخير راح أعجنها. وراح أضيف نص الصمون الكهربائي، اللي عنده بقسم يضيف بقسم، ماكو أي مشكلة. وراح أضيف البهار هالشكل، وراح أبلش بثرم المواد. نثرمها ثرم ناعم حتى تشكيلة البرجر تصير حلوة يعني طرية. بسم الله. هسه يا حبايب بعد الثرم المستمر صارت عندي العجينة بهالشكل تتشكل، والريحة كلش طيبة. تراويكم قوام العجينة شلون يصير خفيف ومتلابس. لازم نعجنها شوية، وراح اخليها بالثلاجة لمدة نص ساعة لحد ما يعني اللحم يلزم نفسه مثل ما نقول. صارت عندي بهالشكل. هسه راح اخليها بالثلاجة لمدة نص ساعة، وابدي اشكلها بقالب البرجر. خليكم وياي. وهسه يا حبايب بهذا القالب عندي الجاهز مال البرجر غلفته، وراح ابدي اشكل البرجر هالشكل واكورها. اشوف قياس القالب اللي اني اريده، وراح اضغط وصار عندي بهالشكل. اخذ شكل القالب وشكل البرجر. طبعا الطريقة كلش سهلة وبسيطة وسريعة، وبنفس الوقت يعني مثل ما نقول نظيفة، انظف من الجاهز وانظف من يعني بعض المطاعم مو كلها. هسه راح اكمل الباقي وارجع لكم. هسه يا حبايب صارت عندي بهالشكل، كملتها. كيلو صدر دجاج صار عندي 19 قطعة تقريبا، والقطعة تكون يعني كبيرة مو خفيفة وهاي لا، لان عندنا البيلية راح تذوب عندنا بالقلي. هسه تعالوا وياي خلنا نقلي. هسه يا حبايب بعد ما صار يعني تأكدت انه الوجه من يم الطاوة استوى، راح اقلبها. صارت عندي بهالشكل، واللي قامت تذب دهنها والصدر الدجاج يعني شوفوا تذب المي من هالوجه. هسه اضغطها على مود افرغ المي الموجود بالبرجرايه هالشكل. صدر الدجاج بسرعه يستوي، يعني البرجر بالتقلاه ما يتاخر عندكم. تعالوا وياي خلينا نسوي الصلصه اللي نخليها بالبرجر. طبعا الصلصه هم تبقى حسب الرغبه، اكو صلصه جاهزه واكو صلصه تسوى، واكو صلصه يضيفون لها المايونيز، بس احنا بالنسبه لنا ما نحب المايونيز، فراح اسوي صلصه حسب رغبه اهل البيت. راح اضيف كاتشب، راح اضيف شويه من الخردل، هالشكل، وراح اضيف شويه من الليمون هالشكل. واللي يحب يضيف توابل مثل ثوم مطحون هالشكل. اللي يضيف وياه برجر العفو مايونيز، بس احنا الصلصه اللي نحبها هاي. والاكثر يعني عندي هنا بالبيت يحبون بس الكاتشب ويا البرجر. خليكم وياي يا حبايب. كملنا من قلي البرجر، راح اجي اسوي اللفات.
طبعا الحشوة هم باللي يعجبكم، يعني مو إلا ضروري نسوي لفة مثالية مثل ما نقول أو نفس مال مطعم، حسب رغبتكم. اللي يعني اللي متوفر يمكم سووا. هسه هاي الصلصة مثل ما قلت لكم، الصلصات اللي يعجبكم حسب رغبتكم سووها. أنا اللي يحبوا بالبيت هيجي أخلي الصلصة، راح أخلي البرجر هالشكل. عندي الحشوة اللي راح أخليها طماطة هالشكل أخليها. يحبون وياها شرايح الطرشي، يعني خيار الطرشي. هالشكل. وراح أخلي أضيف صلصة على الوجه. وصارت عندي بهالشكل. طبعا وياها أي مشروب غازي تحبوه. صارت عندي بهالشكل. لهنا يا حبايب خلصنا الوصفة. أتمنى الوصفة تنال إعجابكم. لا تنسون أخذكم أم قتوبي باللايك والاشتراك ومتابعتي على قنواتي على التيك توك واليوتيوب والإنستغرام باسم يوميات أم قتوبي. مع ألف سلامة.